ممكن اكون غبت من المدرسه كلها 3 ايام ممكن. بس تقريبا كنت مثلا ايه كنت بقى بتيجي بقلم تقريبا وكده. بس اللي انا فاكره فعلا اكتر حاجه فاكرها في ابتدائي انا كنت برضه على بطاطس محمره بالكاتشب، قاعد قدامي واكل سندوتش بيض بالبسطرمه مستني منه ايه. وانت في المدرسه خلي بالك كمان فتره اعدادي دي كانت فتره شرابات، انت تشم ريحه زناخه على ريحه شرابات سندوتش البسطرمه على ريحه واحد بيبلغ ورا طب ايه ذنب البنات انها تبص على حاجه زي كده وتشوف حاجه زي كده وتشم الريحه دي؟ بجد كان موضوع مقرف جدا. انا ندمان والله الموضوع كان مقزز انا ندمان يعني بجد. ايه ذنب بنت يا عيني نازله من بيتها الساعه 8 حاطه دابر امله ومش عارف ايه ومتشيكه وبتاع، نازله تشوف المناظر دي وتشوف تشم الريحه بس دي. مش بسالك يعني، انا مش مكمل تعليم ارجع. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله الكالت. حلقه النهارده مميزه جدا عشان مش هطلع لوحدي بقى. انا قررت احارب الانطوائيه السامه بتاعتي وقررت اعمل بودكاست على خفيف كده واقعد مع اصحابي ونتكلم عادي. انا بعمل كده ساعات، ببقى كده عامه يعني. فهو اللي معاه الكاميرا خلي بالكم، يعني انا هبقى قاعد هنا وهو معاه كاميرا زوم لوحده، عشان ده مش ضيف عادي. ضيفنا غير كل الضيوف، ضيفنا جايب اعلى نسبه مشاهده يلا انا هبدل انا بقى، خليكم معايا. اهلا بيك يا عم صاصه. اهلا بيك يا عم مؤمن. اهلا بيكم، منور اللي انت جايبنا فيه سبونسر شيمليز بروموشن. لا احنا هنبتديها دلوقتي، من دلوقتي انبيد اعلانات. لا انا هعملها انبيد بروموشن، انا بمشي يا عم انا هقول الكلمه خلاص، ده كده معناها ان سهمها ارتفع، فما ينفعش ان احنا نقول كده دي يعني. حقيقة. دي اول شخصيه عنده شخصيه النرجسي. هتكمل لحد بعد اول 10 دقايق، بعد كده هبقى عادي جدا. ممكن تبص هنا لو احسن بكتير. هنا انت هنا ممكن دايركت بقى على طول. عايزين تكلموني اعلان اي حاجه. طبعا مصاصه، احنا النهارده مننا المدارس داخله خلاص على الشباب. ايام ما كنا لا نحمل هما وكنا بنروح ودماغنا فاضيه، المدارس جت خلاص، فاضل يخشوا 20 تقريبا. 20/9 يعني بكره. بكره الجمعه على فكره. اكيد هيخش اول اسبوع يعني سبت حد يعني. ممكن يخشوا سبت وحد. فهنتكلم النهارده عن المدارس، ان الحاج صاصه كان معايا المدرسه، كان معايا في المدرسه، بس كان اسمي يعني كان متسجل في الحضور كان بيتكتب في الحضور ان هو موجود يعني، بس مش قوي يعني. فهنتكلم عن المدرسه وايام المدرسه. وبما اننا خلينا بس ايه نتكلم عن المدرسه كانها حاجه ايه نوستالجيا كده يعني ايه، وبعد كده هنيجي للحته بتاعت ايه المودرن بتاعت دلوقتي، وبعد كده نتكلم عن المدرسه ايام زمان فعلا. اللي هو ايام ما كنا فاهم لا نحمل هم بجد وكده بقى. طبعا مصاصه، بما اننا خلاص بقى هنخش بقى في الموضوع على طول يا باشا نخش، بس كنا حابين نرحب بالناس يعني. انا قليل الادب. احكي لنا بقى عن مصاصه اول يوم في المدرسه ده بقى، كان يعني كنت بتعمل معاه ازاي؟ كنت بكرهه جدا والله العظيم، كنت بكرهه جدا. كنت دايما بحس اللي هو ايه، اصلا من اول يوم في المدرسه ده كان بيبتدي قبلها ب10 ايام. الفايبس بتاع دخول المدارس دي انا بكرهها، ولحد دلوقتي يعني مثلا انا بفتح الشباك على المغرب، دايما على المغرب. والله هتحسها في المغربيه بس فاهم، هتحسها بجد في الوقت ده. ريحه الجو، ريحه مدارس، ريحه شنط بسطات شايله سولار مثلا، وريحه شنط جديده فاهم، ريحه جلادات برتقاني، حاجات غريبه جدا والله العظيم تشم الريحه دي حتى بعد ما انت مخلص جامعه. فانا كان اليوم ده بالنسبه لي ما كانش المشكله قوي على قد ال10 ايام اللي كانوا قبل. وابويا وامي بالنسبه لهم المدرسه دي كانت حاجه مقدسه جدا جدا، وانا كنت مستغرب ليه الفكره دي ليه يعني ما كنتش مش هروح اطوف حواليها، مش الكعبه يعني. بجد كنت بكره المدرسه جدا. فاللي هو ايه، انا مش فاهم ليه الاهتمام ده كله. ونجيب بقى في الحاجات بقى من المكتبه ونشوف بقى هناخد معانا اكل ايه بقى والسندوتشات ومش عارف ايه والكلام ده كله، التجهيزات دي كلها انا كنت بكرهها. طب تعرف بقى ان انا كنت عكسك تماما. كنت بتحب اول يوم مدرسه؟ انا اول يوم مدرسه انت بقى كنت طفل عادي فاهم. انا طفل عادي. انا كنت بكره اول يوم مدرسه جدا جدا يعني. انت عارف انا كنت اول يوم مدرسه ده، لا ده ليه تجهيزات، ده ثانيه واحده، ده فيه حميه تستحمى الحميه بتاعت اول يوم مدرسه دي. وبقى لو جبت بقى مثلا ادوات، انت عارفني كنت كلب ادوات. انت كنت كلب ادوات لحد ثانوي. انا اخر مقلمه معايا كانت رابعه ابتدائي، وبعد كده الحاجات دي حسيتها لا مش انا حاسس ان انا كنت نرد زياده. انت كنت نرد لحد ما اتعرفت عليا.
خلينا كده، خلينا واضحين. شوف كل شويه اعمل ايه كده على طول نرجسيه الارم. لا لحد ما اتعرف عليا ما كانش يعرف حاجه. تمام. طبعا يا كابتن مصطفى، وبما انك ضيف انا مش هحرجك. الله يخليك. فبقول لك بقى، مين عرفك على اليوتيوب اصلا يعني؟ الملاحه الذي امرتها اضواء المدينه. فانا بقى عم مصطفى كانت الحميه ولبس المدرسه بقى، لو كان في لبس بيجي تفضل بقى الهدوم تتكوي. انت كنت في ايه قبل المدرسه اللي احنا كنا فيها؟ مش عايزين نقول اسم مدارسنا برضو عشان المدارس دي فضيحه اصلا. يعني انت عايز تقول لي ان ايا كان سؤالك يعني مستعر من اسم المدرسه يعني بالناس اللي فيها يا جماعه، فاهم؟ يلا بقى، فاهم؟ هم عارفين نفسهم بقى. هيفتح النيران على كل حرفيا يعني مش هسيب حد النهارده. انا على فكره اول مره اطلع على اليوتيوب وهتبقى اخر مره، عشان انا هفتح النار على كل الناس، عشان في كلمتين محشورين من ثالثه ثانوي. انا كنت لما الاقيه على البط انا هخاف. فعم صوصه كانت الحميه التمام، لبسك وهدومك مش عارف ايه، وتستنى وتخش تنام وتقعد تحلم بقى اللي هو بقى ايه. انت كنت مبسوط؟ مش مبسوط، بس انا بحب اول لقطه. انا ما كنت بكرهها جدا. انا اول لقطه دي بالنسبه لي اللي هو بقى ايه، انا لسه هقابل بقى اصحابي اللي ما قابلتهمش عشان ما كنتش بخرج بقى. هو اصحابك دول تقابلهم وقت المدرسه بس. انت في الاجازه كنت بتعمل ايه؟ 3 شهور بتوع الاجازه كنت بتعمل ايه وانت طفل؟ يعني وانت طفل عندك مثلا 9 سنين، 3 شهور اجازه كنت بتعمل ايه؟ كنت بقعد في البيت. انا كنت بنزل الشارع. لا بنزل في الشارع عندنا، بس ما بقابلش بقى اصحابي اللي في المدرسه. عارف اللي هو كانت ايه بوند غريبه، اللي هو انت مش عارف المفروض اكلمكم ولا لا. يعني مره واحد اتصل بيا على التليفون الارضي وعندي 9 سنين، امي ردت قالت له انت مين؟ قفلت في وشه. فاللي هو كانت بوند محدش كانت يعني الريليشن شيب ستيتس ساعتها ما كانتش معرفه. اللي هو ده واحد هقابله وانا رايح المدرسه. واللي هو ايه، انت تكلمني على التليفون بتاع البيت. كان ساعتها كنا في 2010 2011 تقريبا 4 5 ابتدائي. وكان عندك فيسبوك ساعتها؟ كان عندي فيسبوك ساعتها، كان عندي 13 فريند. انا برضه كان عندي فيسبوك. كان عندي فيسبوك ساعتها فعلا. فساعتها وكان عندي تليفون موبايل. بس طبعا ما كنتش بروح بيه المدرسه وكده، بس صحابي كانوا بيكلموني في الاجازه على التليفون الارضي. ودايما امي كانت تقول لي ايه، في واحد مثلا اسمه كذا كذا، وانا كنت بلعب في الشارع. فاللي هو انا مش فاهم المفروض اطلع اكلمه ليه، فاهم؟ انت هتقابله في الدراسه يعني خلاص علاقته بيك يعني علاقه هتبتدي وقت الدراسه وهتنتهي في اخر يوم امتحانات. ده حقيقي. وانت بتقول 1 2 3 2 1 حاجه زي كده. لا انا ما كنتش بقول الكلام ده، كنت بطلع اجري على البيت. كنت بتطلع على البيت على طول. كنت بروح عادي جدا يعني، بركب 1000 مسكن. كنت بتركب 1000 مسكن وكان الله بالسرقه. بس طب يا عم صاصه، كان في حاجه يعني في حاجه لما تسمعها تفتكر ايام المدرسه؟ لان انا برضو عندي كول باك اكشن للمدرسه. طب ممكن انت تقول لي وانا افتكر؟ هقول لك يا عم صاصه. انا عشان قاعد عند ستي، كان جدي كل يوم الصبح يصحى يفتح اذاعه القران كده، او اذاعه دي من الحاجات الحلوه والله العظيم. من القاهره. دي من الحاجات الحلوه. برنامج يعد ويقدمه ايمن بالظبط. وبعد كده في بقى اغنيه بعديها على طول، يا صباح الخير. دي مش فاكرها قوي، بس اللي فاكرها فعلا كانت ابتهالات النقشبندي وانا نازل دايما الساعه 7 الصبح. ابويا كان بيصحيني بدري جدا جدا، وحياه ربنا مش عارف ليه كنت دايما كنت بصحى الساعه 6. انا اوقات كنت بروح افتح المدرسه. لما رحت المدرسه اللي احنا انا وانت اتقابلنا فيها دي، كنت اللي هي الملعونه اللي مش هنقول اسمها، فاهم؟ بجد يعني تقريبا احنا اللي فلحنا من المدرسه دي. فكنت بصحى بدري، ودايما كان التسجيل عندنا في البيت القديم كان الشيخ المنشاوي هو اللي شغال. فلحد دلوقتي كل لما اسمع الشيخ المنشاوي افتكر ايام المدرسه جدا. وانا نازل مثلا ايا كان بقى الباص او التاكسي اللي انت رايح منه او اي حاجه، كان دايما ابتهالات النقشبندي ساعتها كانت بتبقى شغاله. فانا بالنسبه لي بتبقى فتره الصبح دي برجع بقى والدتي ربنا بقى يخليها لي بقى تلاقي الاكل ومش عارف ايه وبتاع، او خش نام عقبال ما الاكل يتعمل. دي كنت بكره جدا الحركه دي. تمام. بس انا في حاجه بقى انا عايز اقولها لك، ودي حابب اوضحها، وامي هتتفرج على الفيديو ده. ماما انت كنت من هنا ومن هنا اهو. لا انت من هنا انا من هنا. ماشي. انت الضيف. الله يخليك. انت ما كنتش بتخليني انام بعد ما اجي من المدرسه، كنت دايما اكل واعمل الواجب. طب ليه؟ طب انا عايز اريح ساعتين مثلا، انا برضو راجل تعبان يعني. وانا انت كنت واخد الجوب بتاعت 9 to 5 في المدرسه. وعايز اقول لك على حاجه برضو، انا كنت في مدرسه قبل ما اقابل الراجل ده في المدرسه، كنت في مدرسه ثانيه.
كنت مدرسه ثانيه، كانت مدرسه خاصه يعني قبل بقى ايه ما محترم. الحل فاهم. كانت مدرسه كويسه بصراحه. تمام. فكنا بنرجع بقى مع باص المدرسه متاخر، ممكن الساعه 5 مثلا ولا حاجه، 4 ونص 5. وانا نازل من امتى؟ نازل من 7. انا تعبان، انا طفل. يعني شيء طبيعي. يعني انا عندي 19 سنه، انا في النهايه مسمى طفل فاهم، على الورق يعني. ارجع كل ولازم تعمل واجب وتنام الساعه 9. طب انا محتاج انام ساعتين. تنام الساعه 9؟ ده ادب زياده ده. انا بقى عشوائيه مسيطره عندنا. يعني ممكن كنت مثلا اللي هو خلاص بقى خلصنا المدرسه، ارجع في الباص ولا اي ده هتاخدني. هو كان الباص يعني معظم الوقت يعني. ايوه. انا كنت نموذج الطالب الرخم اللي هيروح المدرسه بدري، كان بيسال سؤال في اخر الحصه مثلا. لا ما تشوهش صورتي كده. بروح المدرسه بدري. انا مره مستر محمد، ما تقولش اسماء بقى يا ابني، ما تقولش اسماء بجد. ينفع؟ مستر الانجليزي اللي بنحبه. ده بنحبه جدا على فكره. شوت اوت. ولسه شوت اوت لمستر محمد سعيد. انا بحبك يا مستر محمد، والله بحبك. جه يا اسطى احنا كنا في اولى ثانوي تقريبا. عارف المدرسه وهي بتفيد في الاخير. المدرسه وهي بتفيد في الاخير. المدرسه كانت بتصفي. والله العظيم جه مره قال لي يا ابني وانت مالكش اهل يسالوا عليك؟ مالكش اهل يسالوا عليك؟ انت بتيجي المدرسه ليه؟ قلت له امي بتقول لي انزل. اللي هو كانت حاجه. انا بقى في حاجه تانية قبل ما ننتقل لبوينت تانية عايز اقولها. انا من زمان من تانية ثالثه ابتدائي اهلي كانوا معودين على فكره الدروس الخصوصيه. تمام. وده كونسبت يعني ده ممكن نعمل عنه حلقه لوحده. بس انا ما كنتش فاهم الكونسبت انه عايز يطلع بقى حلقه. يعني انا حبيت الموضوع. انا بقى ما كنتش فاهم خالص كونسبت الدروس الخصوصيه، يعني ليه اروح مدرسه وليه اخد دروس. هي حاجه واحده. وانت في المرحله وانت طفل ما عندكش الرأي، ما عندكش القدرة انك تقول رأيك، ما عندكش قدرة عامة، ما عندكش قدرة في اي حاجة بجد، ما عندكش قدرة عامة في الحياة، ما عندكش قدرة انك تقول حاجة. درس مدرسة والحياة تحس ان انت ايه، عايش في ويف كده، عايش كده لحد ما يبتدي يطلع لك رأي في ثانية ثالثة اعدادي. فاهم؟ صوتك يخشن مثلا. لا صوتك يخشن المفروض من قبلها شوية يعني، طلع لك دقن مثلا. انا جيت لك بدقن. انا جيت من المدرسه جبت لهم ثانيه اعدادي كده فاهم. تبتدي بقى تقول ايه، لا هو المدرسه يا دروس. انا شفت انهي افكتيف، انا شفت الدروس اكتر افكتيف، فاديت المدرسه كده زحتها على جنب. فاكس مدرسه تقريبا من ثالثه اعدادي وانا ما بروحش المدرسه. وبصراحه المدرسه كانت يعني بس فاهم كانت شغاله بجد يعني، كانت حاجه مميته جدا يعني بصراحه يعني. ده حاجه غريبه جدا. كنت بقول لك يا عم صاصه، انا بقى اللي هو يا دوبك برجع بنزل قلت لك بروح باي حاجه وعلى طول الاكل معمول، كل الاكل مش معمول خش نام واصحى كل. فانا بقى انا مواعيد نومي ما كانتش ثابته، يعني ممكن انام الساعه 1 مثلا، ممكن انام 12 كده، مفيش ميعاد نوم ثابت انام فيه. اللي هو يا دوبك هتخلص اللي وراك بقى، شوف الجزمه ايه الخرا اللي عندك في المدرسه وتعمله، وعندك واجب مش عارف من مستر مين مش عارف. كان في مدرسه دراسات ما حضرتهاش انت دي معايا الحمد لله، كانت بتمسك الودان يا اسطى بتعملها كده، عارف الليمونه لما تبقى معصومه كده تمسكها تتنيها 2 كده، انت تتلوع من تحت. اللي هو هي عارفه لو بس انا كنت بحبها وهي ما كانتش تعمل معايا كده، عشان ما كنتش بدي فرصه حد يعمل معايا كده، عشان انا شاطر يعني. بس خلي بالك بقى كل ده سمع قدام في الجامعه، لان انا مرحله الجامعه دي مرحله تانية خالص يعني فاهم. يعني انا تقريبا ممكن اكون غبت من المدرسه كلها 3 ايام ممكن يعني من كيجي لثالثه ثانوي لحد ثانيه ثانوي مثلا 3 ايام. ممكن اكون فعلا غبت مثلا حاجات اللي هو 20 يوم، ممكن تقدم اصابع ايدك ورجلك يعني. كنت بجيب 20 يوم في الشهر فاهم. بس في الجامعه باخد انيوالز. بس في الجامعه محدش كان بيشوف وشي. 3 ايام في السنه بقى، 3 ايام في الاسبوع، ممكن ما اروحش منهم يومين مثلا، لو في لاب مثلا ممكن اروح. انا بعيد قوي رحنا الجامعه فاهم. احنا رحنا الجامعه بسرعه، رحنا الجامعه فاهم. طب يا عم صاصه بان انا عارفك، قول لي بقى يا عم صاصه، انت سندوتشاتك اللي كنت بتروح بيها المدرسه كانت ايه؟ اكتر حاجه وانا فاكرها فعلا وانا في ابتدائي كانت سندوتشات بطاطس محمره بالكاتشب. دي اكتر حاجه. ده ما كنتش بتجيلنا دي، ما كنتش بتيجي بيها. لا انا جيت لك في ثانيه اعدادي فرق حاسس. ثانيه اعدادي اعتقد مش فاكر كنت باجي بايه، بس تقريبا كنت مثلا ايه بقى، كنت بتيجي بقلم تقريبا. كنت فاكر انك بتيجي بقلم الصراحه.
قلم وكشكول عشان ما يكونش كداب. كاني ايه دخلت الجامعه وانا لسه في ثانيه اعدادي، فاهم اللي هو قلم كشكول. بس والله تصدق فعلا مش فاكر كنت بجيب سندوتشات ايه في اعدادي وثانوي وكده، بس اللي انا فاكره فعلا اكتر حاجه فاكرها في ابتدائي انا كنت برضع بطاطس محمره بالكاتشب. بجد يعني. لعلمك انا كنت باخد سندوتشات حلوه كمان، يعني انا كنت مثلا ممكن لو ايه، عارف في فتره كده كانت فيها الاسعار الحاجه عبثيه، كنت ممكن تجيب كيلو بسطرمه ب 120 جنيه بس. كانت حاجه رخيصه يعني ساعتها، مش اللي هو لو جيت بصيت دلوقتي وزمان ما فيش فرق. البسطرمه كانت بتاعت الاغنياء، فاهم، دلوقتي بتاعت الفقراء بس. في فتره كده السندوتشات يا اسطى كانت جامده بطريقه مرعبه. كنت بنزل ببسطرمه، خلي بالك بقى، وحكايه ان البيض بالبسطرمه يتعمل الساعه 7 الصبح دي، تسمع تشم بقى ريحه التوم بتاع البسطرمه. انا لو منك اكل السندوتشات، واخش انام. اكل السندوتشات ده اخش انام حياة ربنا. وممكن سندوتش جبنه بخيار اللي هو جميل، اللي هو لما بتروح بيه المدرسه خلاص بيبقى الخيار اللي هي لا بس خلي بالك ده الاقل صلاحيه منه سندوتش جبنه بطماطم. يعني ده خلاص ده بيقلب ويسكي. مشكله وقت وقلب ويسكي. تفتحه تلاقيه فاهم. خلاص يا صاحبي فاهم، شوف لك حاجه تانية تاكلها. انا خلاص انا قمت بدوري، هو وصل معاك المدرسه بالظبط. يتاكل ما يتاكلش. الخيار ده كان بيزود اللايف تايم بتاعه شويه بجد. انما بطماطم دي خلاص هي بتوصل لحد باب المدرسه وبعد كده بتقول ماي تايم هاز قال دايما كانت بتيجي المدرسه بسندوتشات بيض. فاهم، وانت منهم. انا كنت منهم، فاهم الموضوع. بس انا ممكن اكل سندوتشاتي قبل ما اوصل عامه. بس خلي بالك، بس ده مش دايما. سندوتش البيض لما بيتفتح في الفصل ايا كان هو بيض بايه هي كارثه. دي حقيقه. كارثه ليه؟ كارثه في الفتح، وكارثه كمان هقول لك هم 3 مراحل: كارثه في الفتح، وكارثه في الاكل، وكارثه ما بعد الاكل. بس خلي بالك يا عم صاصه، تغور كل البلاوي دي مع طعم والله العظيم. طب ماشي، ما في ناس ثانيه متضرره. عمتينهم بقى يا عم احنا. يعني أنا مثلا لو واحد قاعد قدامي واكل سندوتش بيض بالبسطرمه مستني منه ايه؟ يعني مستني ريحه فانيليا مثلا. وانت في المدرسه خلي بالك كمان فتره اعدادي دي كانت فتره شرابات. يعني يعني فتره تخش فصلك في ثانيه ثالثه اعدادي دي انت داخل على ريحه ما يحلم بيها الا ربنا. من الاخر انت داخل في فتره، مع اننا كمان الفصول ما كانتش مليانه. يا احنا فصولنا كنا مدرسه على فكره تجريبي، والفصول كانت اولموست 30 بني ادم. ده اللي هو فول عدد يعني. و30 بني ادم ممكن تلاقي دلوقتي الارقام دي اكتر في المدارس الخاصه مثلا. بس احنا كنا فعلا فصلنا كان يعتبر فاضي. بس كنت تفتح فصل تاني ثالثه اعدادي انت تشم ريحه زناخه على ريحه شرابات، سندوتش البسطرمه على ريحه واحد بيبلغ ورا. ريحه البلوغ دي، عارف ريحه البلوغ. عارف ريحه البلوغ. كان في ريحه بلوغ بجد، كان فصل ريحته تستيرون لفتره ما، وريحه انا اسف بقى ريحه عرق شباب معينه كده، فاهم. دي كانت ايه بقى، وكلنا نطلع كنا نبهدل نفسنا في الملعب ومش عارف ايه كله مع الروائح دي كلها. انت المفروض تقعد في المدرسه مش قاعد. انت عارف كان في فتره كده كنت حاسس ان انا كل يوم، الكلام ده كان في تقريبا اولى ثانوي تقريبا او ثالثه اعدادي. كان في فتره كده باجي بالباص بدري، عم شعبان كان بيجي بالباص عندنا الساعه 6:30 7 نكون في المدرسه عشان الست كانت بتمضي. اوكي. يعني هي مشرفه الباص اصلا كانت شغاله في المدرسه، فلازم تلحق الامضه بتاعت البتاع. فكان بيجيبنا بدري 7 نبقى في المدرسه، والطابور اصلا 8:15. مش فاكر الحوار بتاع الطابور ده. ففي فتره كده كل يوم نفس الاحداث بتحصل قدام. اكس يجيب كوره واي يجمع ناس، وكنت بلعب معاهم كوره. فتخيل بقى كميه العرق دي وهي داخله الحصه داخله اليوم الحصه الاولى. يعني مش الساعه 12، مش اللي هو البريك يا جماعه، داخله الحصه الاولى. يعني فاهم اللي هو طب احنا كمان كان مدرستنا مختلطه. طب ايه ذنب البنات انها تبص على حاجه زي كده وتشوف حاجه زي كده وتشم الريحه دي؟ بجد كان موضوع مقرف جدا. انا ندمان والله الموضوع كان مقزز. انا ندمان يعني بجد ايه ذنب بنت يا عيني نازله من بيتها الساعه 8 حاطه دابر امله ومش عارف ايه ومتشيكه وبتاع، نازله تشوف المناظر دي وتشوف تشم الريحه بس دي. ما كناش نحمل هم بقى ولا كان في اي حاجه. كان اكبر همي ان انا ساعتها احسن خطي. خطك عامه هو ستيل ده همي، فاهم، ستيل من همومي، بس ده كان همي الوحيد بتاع يعني فاهم اتعلم سواقه واحسن خطي. لا انا قبل ما تطلع البرمجه والالماني تطلع تستحمى بقى الصبح والبرمجه والكلام، تعمل بودكاست. انا قلت يمكن البودكاست ده يحسن نفسيتي ولا حاجه. فهي فتره
عنوانها الرئيسي كده ريحه بلوغ. انت بتتكلم فتره اعدادي؟ ماشي. هي فتره عنوانها الرئيسي ريحه بلوغ. في الثانوي بقى ما بيبقاش في اصلا حد في الفصل يعني. انا في الثانوي حاسس ان انا جيت مرتين بس ممكن. لا بس انا ما عنديش مره كل سنه. ما عنديش عندي ذكريات في ثانوي، بس ما عنديش ذكريات في ثانوي في المدرسه. في المدرسه يعني دروس ممكن افتكر شويه اه كده، ممكن افتكر، بس في المدرسه انا فعلا مش فاكر كنت بعمل ايه في ثانوي. ايوه يعني لا انا فاكر، انا عارف. قصده في المدرسه يعني. جاي هنديف يا جماعه. كنت بعمل ايه طيب؟ ما انا مش عارف. كنتش بتخش. ماشي كنتش بخش المدرسه. ماشي يا عم، في ايه؟ كنت بجوت يا جماعه. ايوه فعلا كان بيكت. انا على فكره دي عقده نقص عندي يعني، عشان انا انت تعرف ان انا كنت بكت من المدرسه انت كتبتها قبل كده؟ في ثانيه ثانوي ساعتها. معايا؟ لا مش معاك، اوكي. كان مع محمد علاء. رحنا محمد الجيم. علاء ده باي ذا واي يا جماعه دلوقتي هو في طب عين شمس يعني. بكت مع روتا، وما كنتش بقى بنط بقى من السور. شوت اوت لمحمد علاء، ابو علاء. وما كنتش بكت اللي هو نط من السور، ما كانش عندي المؤهلات دي. انت عايز اقرار مديلك. انت عايز حد يديلك اقرار عشان تطلع. فكان هو كت رسمي مثلا. انا بقى كنت باخدها بقى حاجه تانية. كان في عم محمد ايوب، فاكره ده كان بواب المدرسه. كان في فتره كده ده بتاع المدرسه يعني، فراش المدرسه بيقف على الباب. كنت بقول له عم ايوب انا عايز اطلع. بعد اذنك. بعد اذنك، مفيش حد في المدرسه يا عم ايوب، انا افضل قاعد لوحدي. فهو بقى ايه بيقول له طب خلاص اطلع يلا، ويروح مطلع. ساعتها بقى اللي هو طب انا هعمل ايه يعني؟ انا دلوقتي بره المدرسه يا رجاله. عارف اللي هو في نيمو اللي هو وات فاك السكس، فاهم؟ اللي هو طب دلوقتي ايه؟ فاهم انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا كتت يا رجاله. انا كاتت. بعمل ايه بقى؟ بس عامه لازم نقول حاجه. ايوه جماعه ما كنتوش المدرسه، ده شيء غلط. شوف بقى يعني انت قصدك تقول. بص الجو كومنتات فيسبوك ده انا ما بحبوش. قصدي اقول ما قصديش ده اقول يا جماعه واحد استفاد من اخطائه ما أيوة. كنتش من المدرسه. والله اقول لك على حاجه تعمل ايه؟ انت تقعد تتكلم مع ابوك وامك بكل هدف. انا هروح المدرسه مش هستفاد حاجه. صح. بس على فكره المدرسين بتوعنا كانوا بيشرحوا بس انا كنت بنام. لو كنت اروح كنت هنام. اقول لهم بعد اذنكم طب ما انام في البيت بدل ما انزل ادب المشوار ده وفي الاخر مش هستفاد حاجه واروح انام بره بكل الهدوء والرزينه دي. فكمل نوم في البيت. صح. فاهم؟ ما كنتوش من المدرسه يا جماعه، عشان انت ممكن يبقى بيسمعك واحد عنده 14 سنه اللي هو بيكون بيشرب فيب دلوقتي ومش مكمر البود. الفاظ مش عايز بقى ده. فاهم؟ دلوقتي والله ممكن اصلا اخاف انصح حد عنده 14 سنه يعني، فاهم؟ اخاف ممكن يديك هو نصيحه مبدئيا، فاهم؟ فاللي هو اعمل اللي انت عايزه يا عم كنت يعني. طيب يا عم صاصه، دخلنا خلاص المدرسه يعني تمام. انت خلاص اول يوم جه للاسف دخلنا خلاص. اول يوم جه سمعت سمعت التماشيح بتاع البتاع وده خلاص حضرت اللبس واخدت الدش بالليل ونمت، وفضلت تحلم باول يوم مدرسه. اول يوم مدرسه بقى، فاكر اول اسبوع في المدرسه ده؟ والله بحاول افتكر طراطيش كده، بس انا فاكر ان احنا ما كناش بناخد حاجه تقريبا، صح؟ صح يعني؟ صح. ما كناش بناخد حاجه. ايوه. وكنا بنرجع تعبانين برضه ومش عارف ايه والكلام ده كله. بحس اول اسبوع في المدرسه ده احلى اسبوع في اي علاقات بقى حب. اي علاقه. اول اسبوع في المدرسه. اول اسبوع ليه كان اللي بيحصل؟ مش بسالك يعني، انا مش مكمل تعليم يا رجاله. ايه اللي بيحصل اول انا جايبه ضيف عشان يفتح لي كلام. هو يفتح لي كلام وانا هتكلم على طول. فاكر يا اسطى كنت تخش الفصل المدرسين بقى، خصوصا لو طالع مرحله جديده يعني اللي هو من اعدادي لثانوي مثلا، لاعدادي ومن اعدادي لثانوي، المدرس هو هيخش الفصل بس لا يجرؤ انه يشرح كلمه جديده. ليه بقى؟ هو كده احنا بنتعرف على بعض يا رجاله. صح ماشي. انت فتره تعارف. فتره التعارف دي فانت ممكن تقعد تلاقي توكينج ستيج، فاهم؟ توكينج ستيج لحد ثانيه ثانوي توكينج ستيج مثلا. برغم بقى انا عايز اقول حاجه، انا مجاميعي في ثانوي اولى وثانيه ثانوي كانت مجاميع باتري هيلث ايفون بيتباع، فاهم؟ كنت بجيب سبعينات وحاجات غريبه يعني، فاهم؟ انا ابوه وامي كانوا ضاغطين عليا قوي الصراحه. لا انا في اولى وثانوي وثانيه ثانوي وجبت مجاميع ضعيفه جدا. انا ضحكوا عليا. لو فاكرين بقى الفيديو بتاع الكولت، كنت بقول بقى ان انت اكيد هتريح في اولى وثانيه. لا انهي فيديو بتاع الكولت؟ ما انا مش فاكر كان انهي فيديو. بتاع الثانويه العامه. بتاع الثانويه. لا ما كانش، كان بتاع الثانويه العامه. انا اهلي بقى كانوا بيضغطوا عليا. انا كنت شاطر مش هكذب، انا كنت شاطر مقارنه بالاشكال اللي كانوا معانا. طب خلي بالك عشان كنت في المربع بتاعك يعني.
كنت شاطر شويه بالنسبه لهم يعني. فايه هم ما كانوش بيذاكروا اصلا، فمين لو حد مسك القلم خلاص هيعدي فاهم. لو حد مسك القلم هيعدي كل الاوباش اللي كانوا موجودين. كنا بنلعب في المينيمم رينج قوي يعني. اللي هو اللي يعديني بقى. خلي بالك كانت سهله قوي ساعتها في اولى وثانيه ثانيه ثانوي انك تجيب مجموع فعلا. فعلا كانت سهله يعني أيوة. فاهم انت. انا فاكر اولى ثانوي دي السنه اللي انا جبت فيها اول حاجه تحت 90%. ساعتها كانت كارثه بالنسبه انا لك اقسم بالله ابويا الله يرحمه بستفي. احنا هنخيب. احنا هننام. الضغط ده بقى خلي بالك فضل مستمر معايا لحد ثالثه ثانوي. قضيت يعني عارف بقى الباتري هيلث فعلا بقت ايفون. لا يا رجاله انا تعبت يعني. كان ممكن ادوس شويه واطلع بس اللي هو يعني انا هذاكر يعني فاهم، هذاكر كده وخلاص يعني. في ثالثه ثانوي بقى اللي هي بجد بقى المفروض تذاكر. ثالثه ثانوي دي حكايه لوحدها والله العظيم بجد. ف زي ما قلت لك كده يا عم سوسو، نرجع لموضوعنا تاني عشان انا هفضل النجر وارجع. فاول اسبوع ده يا عم صاصه كانت دايما بتخش الفصل لو انت صغير عامه. فاكر اللي كان بيحصل؟ كنت بتخش ماس بيتجلد ازرق. مش فاكر الالوان بالظبط. لا ما انا بقول لك بقى تيجي بقى الكلب المكاتب. عايز بقى تفتكر. هو لحد دلوقتي على فكره يا جماعه مؤمن عنده فتش مكاتب يعني بجد. هو بيخش اي مكتبه ممكن يجيب مقلمه عليها سوبرمان مثلا. هو زي الشحط كده فاهم. كان الماس ممكن ينزل ديت في سمير وعلي مثلا. سهله جدا يعني. اسهل مكان بالنسبه له يعني تقابله في سمير وعلي. فرد الكعب امشي الميرلاند وارجع تاني. فبتخش لو انت صغير مثلا في ابتدائي او اعدادي يعني او اوائل الاعدادي دي اللي هو خلاص بقى التيست بيبتدي يضرب في نافوخك. تخش مدرسين يتكلموا معاك عايزين بقى انت خلاص لو في اعدادي انت خلاص بقيت راجل. مش حاجه اسمها جلاد. احنا عايزين كشكول كبير كده اللي هو بيكلمك خلاص بقى انت يعني. الحته دي بس. خلاص بقى احنا كبرنا يعني فاهم. بيكلمك كده وفاكر كان في مدرس دراسات عارف دخل لنا انت عارف اللي هو الجنرال ابو الاقرع سيكا الاقرع ماشي. هو اسمه انا كان ده انتوا كبرتوا خلاص يا رجاله انتوا كبرتوا. مش عارف كانوا بيقولوا له الجنرال ليه. والله العظيم بجد انتوا كبرتوا خلاص فما ينفعش بقى الكلام ده. انا هعملك كراجل. راجل مين ده؟ عيل بشخ. انا عيل بشخ يا باشا. انا في اولى اعدادي. انا بلعب لول. انا بلعب لول. هو لسه لحد دلوقتي بيلعب لول فاهم. فاللي هو بقى ايه انتوا كبرتوا ومش عارف ايه ولازم خلاص بقى احنا بقينا رجاله ومش هينفع بقى نتكلم بالعيال الصغيره دي ويطلبوا بعديها الجلاد. طب انت ليه بتناقض كلامك دلوقتي فاهم؟ ما هو جلاد معناها ان انا لسه فاهم ما بلغتش فاهم. انما جلاد تطلبش مني جلاد خلاص انا كده كبرت فاهم. جلاد لا لسه صغير فاهم. فهو بقى يطلب الجلادات. بس انت بجد انا مش فاكر كنت بجلد في اعدادي. ما انت انا كنت بجلد. انا ما جلدتش في اعدادي والكلام ده بصراحه يعني. ما هو كان ساعات بيطلب بقى ايه الكشاكيل اللي الكبيره دي زي ما كنت بقول اللي الكشاكيل ال 200 صفحه. ايه وامي بقى تقول لي يا ابني هو انت 200 صفحه هتعمله 200 صفحه ده ايه ده؟ فاكر العربي كان بيطلب كشكول تخين قوي كده. بس العربي يا جماعه يعني بجد يا جماعه احنا ادينا واحد من احسن مدرسين العربي في الحياه. يا مزاجك بجد والله العظيم بجد يعني. فاكر الحصه؟ فالحصه يا جماعه كانت حقبه زمنيه. برغم ان الحصه فعلا كنت كل ما تقرب من مدرس كانت الوقت ما بيخلص فعلا ما بيخلص. وكان بيدخل لنا بيدينا وقت طويل قوي. وكان الخمس ايام من الحد الخميس كان هو اول حصتين. يعني فاكر معلومه زي دي. فانت عشان معلقه معاك. بجد انت بتخش في حقبه زمنيه. مثلا كانت الحصه الاولى الساعه كام؟ 8:15 8:30 بالكتير. انا حاسس الكلام ده مواعيد جامعه. انا حاسس ان الحصه الاولى كانت 8 يا جدع. انا حاسس كده بس لا اصل الطابور كان بيبتدي 8 خلاص يبقى الحصه الاولى بقى 9 مثلا. مش عارف 8:30 مثلا. ماشي. بس اللي هو انت ممكن ايه تقعد في اول حصتين ساعتين مثلا تحس ان يومك خلص انت عايز تروح. بس الراجل ده بجد من اكتر الناس اللي احنا بنحبه بجد يعني. بحب مستر محمد قوي جدا يعني. المهم بقى الكشكول الكبير ده عم صاصه تخش بيتقسم بقى اجزاء واشكال والوان. حب عربي حب قصدي قراءه حب نصوص حب فاكر الفتره دي. وخلي بالك نزلت الشيره دي بقى. انا نزلت الشيره دي انا كنت بتكيف. انا ده مزاجي ده بقى. انا فاكر ان انا كنت بدفع مبلغ كبير قوي
قوي يا اسطى. في حاجه يا جماعه كمان عايزين نقولها، واحنا كنا المفروض نكتب الحلقه دي بس ايه جت كده ارتجالي. ارتجالي. فاهم. انا سمعت حاجات غريبه جدا في اسعار الكتب الخارجيه. فالشباب اللي هي بتاعت ثانوي وشباب، يعني شباب ثانوي دي اكتر ناس كله بيستعمل الكتب الخارجيه اكيد. فاهم، ده حاجه اساسيه يعني. بس يا جماعه اسعار الكتب الخارجيه دي اسعار مبالغ فيها جدا. فتخيل شاب عنده 7 8 مواد. يعني انا سمعت المعاصر ماس ب 1000 جنيه مثلا او اكتر. ايوه. فاللي هو انت ثانوي يا معلم. ده غير بقى الدروس، غير ملازم الدروس. وما بتتفتحش، خلي بالك الحاجات دي في ثالثه ثانوي ما بتتفتحش. المعاصر انا فاكر ان المعاصر في ثالثه ثانوي ده ما فتحتوش. انا سلمته زي ما هو. انا فاكر اللي هو في الاخر بتاع الامتحانات حليته. بس المعاصر ساعتها انت لما تروح لمدرس هيديك الملزمه بتاعته يعني، فاهم، وهتقعد تحل منها وهتحس ان هي كافياك عن كل حاجه. بتحس بالراحه لما نستك كتب كده وتفضل تعمل ترصهم قدامك كده. انا اصلا مستغرب ان لحد دلوقتي الكتب دي بتتباع. يعني شوف لحد دلوقتي احنا بقالنا منتهيين من كورونا، بقالنا 4 سنين والدنيا بقت اونلاين. وانت لو عايز تبقى عالم ايه هتدرسه اونلاين. لا لحد دلوقتي احنا هنعمل مصلحه على الطلبه واولياء الامور في حته مش هننزله PDF. لا مش هننزله PDF خالص. ليه؟ لان انت ازاي هتذاكر على PDF يا ابني؟ انت الجامعه كلها هتذاكرها PDF، فاهم. انت كان معاك كتب في الجامعه. انت هتتخرج من يوتيوب في الجامعه، فاهم، هتتخرج من يوديمي وكورسيرا، فاهم. فاصلا انت المفروض تجهز نفسك لحته ان ايه. انا مش فاهم ايه حوار الكتب الخارجيه ده بجد. مصالح والله مصالح. والله. طب انت فاكر يا عم صاصه، انا هختبرك دلوقتي. احنا لسه دلوقتي في طلبات المدرسه، عشان هي قدام هتبقى حاجه تانية. يعني هي دلوقتي اسمها طلبات المدرسه على ايامنا. الحاجات اللي بنجيبها. الحاجات اللي بتجيبها المدرسه كلام عربي يعني. بعد كده هيحطوا لها مسمى. اوكي، ما اي حاجه دلوقتي بالمسمى بتغلى. يعني تغلى 1000 جنيه مجرد ما تسميها بس. سبلايز على طول بيتعامل بالدولار. سبلايز، فاهم. تنزلش تجيبها من المكتبه دي، لازم تروح مكتبه الوان، تجيب الوان جواش بقى. لو مثلا ايه انت تطلب فنون جميله، فاهم. انت فاكر يا عم صاصه كده جلادات الكتب على خفيف كده بسرعه؟ كانت جلادات انا فاكر زمان وانا في ابتدائي كنا بناخد معانا منهج اسمه ماكميلان بتاع الانجليش. ايوه. كان الكلام ده كان بيتجلد جلاد شفاف كده شبه البليستر او حاجه زي كده. كنت بتحس ان هو متعور. تديله بليستر كده، فاهم. فتحس ان هو تو ماتش هادر ماتيريال يعني. الدنيا اسهل من كده يا رجال. باخد الكتاب معايا يعني، فاهم. طب ليه محتاج ان انا اجلده التجليده دي كلها؟ هي كده اهدار موارد بقى والله العظيم. فانا ممكن اسمعهم لك على فكره. انا حافظ العربي كان اخضر، الدين كان ابيض، الماس كان ازرق تقريبا، ده في ابتدائي. ومين تاني عندنا؟ الانجليش كان احمر. شوف الدقه. الكلام ده كان معمم في كل مدارس ولا؟ انا في مدرستي، ولما جيت برضو المدرسه اللي احنا كنا فيها عشان جيت عامه انا ممكن يكون الكلام ده هو عندي، بس انا صراحه مش فاكر. انا فاكر ان ده فايده عندك. انا خلاص فاهم يعني. شويه هنسى مرحله الجامعه يعني. بس انا فاكر ان كتاب الانجليش كان بيتجلد جلاد بوليستر. والكتب كانت بتتجلد الجلاد فعلا البوليستر اللي هو خفيف قوي، اللي هو جلاد شفاف كده بيلف على الكتاب ويتعمل. مش ايوه صح. في جلاد تاني بقى لو فاكره. الجلاد اللي هو بتدخله زي الجاكيت ده، بتدخله من هنا وبتدخله من هنا. لا احلى مصالح برضه كده وكده. يعني كان بيبقى بيج. ايوه كان بيبقى بيج كده. ده ممكن برضه كنا بنجلد يا الدين يا بيج يا ابيض. صح. والفرنساوي كان ممكن ياخد البيج. يعني الفرنساوي ساعات كان ممكن ياخد البيج من الحوار ده. انا مش فاكر بصراحه. انت متفايد عندك الحوار ده. طب بقى يا عم صاصه، احنا قلنا ان احنا كنا بنتعامل بالجنيه المصري عادي. على فكره الجنيه ساعتها كان بيجيب حاجات. انا كان على فكره انا مصروفي وانا في ابتدائي مش فاكر كان انهي سنه، بس كان 5 جنيه وتش ساعتها كان رقم كبير. على فكره الدولار كان ب 5 جنيه. كان بيتعامل بالدولار يعني. فساعتها كان مصروفي 5 جنيه. ساعتها بقى حته نوستالجيك بقى. دي سنه كام بقى بالظبط؟ حدد التايم لاين. 4 ابتدائي 5 ابتدائي. كانتش لسه قامت الثوره. فاقول مثلا قبل 2011 كان في ساعتها منتج من فانتا. كان بس فانتا مقاطعه ماشي دلوقتي. فانتا مقاطعه دلوقتي. كان بيجيبوا فانتا تفاح وفانتا برتقال، وكانوا عاملين الازاز بتاعتهم على شكل كوره. ايوه. كانت صغيره كده، كانت ب 5 جنيه. وساعتها المدرسه بتاعتها اللي انا كنت فيها وانا في ابتدائي كانت مدرسه راس ماليه. ايوه مدرسه خاصه انا عارف. تمام. مدرسه راس ماليه جدا. فكانت البتاعه دي كانت بجد كانت تحفه. كنت دايما اجيبها وبعد ما اخلصها نقوم عاملينها نلعب بيها كوره. اللي هي الكوره دي
انت عارف بقى كانت بتتملي رمله على طول يلعبوا بيها كوره بجد والله. اه والله مش عندها رمله بقى في المدرسه. لا كان في رمله كده بجد تروح معبيها رمله. انا بحب الفتره دي على فكره، فتره المشروبات دي كانت تحفه يعني، فتره فانتا دي. وفتره كان في مشروب كوكو اسمه كابي، انا كنت بحبه جدا، مش عارف لسه بينزل ولا لا. وكان في فتره بتاعت H2O، كانت ميه فز كده ولا ميه فاز، كانت انا اتكلمت معاك قبل كده مره على ازايز الميه بتاعت الحياه، فاكرها اللي هي كانت بسبوس دي. ايوه كوبايه الفعل. واقول لك دي طلعت في فيلم ايه طلعت في فيلم بلبل الحيران لما كان بيجري، لما عمل كده. صح. فكنت بقول لك بقى عم صاصه، لو تفتكر حوار ازايز الميه ومش عارف ايه والكلام ده، انت يا عم صاصه كنت بتخرج بره المدرسه تجيب حاجات؟ عشان الحوار ده بالنسبه لي وانا في ابتدائي اكيد لا، لان في ابتدائي كانت مدرسه ستريكتد قوي، كانت مدرسه خاصه بس كان يعني كان في امكانيه ان لا ما كانش فيه الكل. لو عايز تكت عامه ما كنتش بتدخل المدرسه يعني، مش هينفع يعني. وانت مش كات اي نو خلصتوا المدرسه وخلاص عايزين حد مثلا يطلع يجيب حاجه حلوه من الكشك اللي بره؟ لا كانت صعبه قوي برضه، كانت صعبه فاهم. كمان انت لو عشان كنت في المدرسه اللي انا كنت فيها دي زمان كنت اللي هو ما تدخلش اصلا من الاول، لان انت مش هتعرف تطلع قوي، فاهم. او يا اما بقى انت عارف الراجل ومش عارف ايه، بس كان بروسيس طويله مسجون ترانزيت ده حرفيا، نوع منه ونوع منه بجد. اللي هو كان بروسيس طويله قوي، بس قدام بقى كان الموضوع بقى سهل بقى لما نقلت يعني. لا انا فاكر الراجل هو اللي بيطلعك تجيب له تفطر اصلا. انا فاكر فتره وانا في ابتدائي، انا مدرستي القديمه كانت في ميدان الحلميه، تمام. ده الحلميه ده اللي هو فيه كل حاجه، امشي وقول بس عايز حاجه هتلاقيها في وشك يعني. فكان في محل بتاع كشري اسمه الدكتور، عارفه. وكان في بقى قدامه جنبه كشك بقى مش عارف ايه، وخالتي كانت ساكنه اصلا في العماره اللي جنب المدرسه، ولما كنت اخلص كانت هي مثلا جايه تجيب بنتها فتروح واخداني ونطلع مثلا عقبال ما امي تيجي. ففي يوم كده انا برضو اهلي اللي هو ما ينفعش تطلع بره المدرسه، والمدرسه عادي اللي هو انت عايز في 60 ده عايز تطلع من 60 داهيه. فالمهم ايه، انا ما طلعتش، انا والله العظيم ما طلعت، والله العظيم انا خايف من امك لحد دلوقتي. انا كنت واقف على باب المدرسه جنب البواب كده، كان اسمه عم عبد النبي، كنا واقفين هنا كده اسمه الحادي حتى، هو اسمه اصلا غلط يعني. هو كان واقف هنا وانا كنت واقف هنا كده، والعيال بقى بيطلعوا يجيبوا كشري في اكياس ومش عارف ايه، وكشري في اطباق، ويجوا ياكلوا معاهم الصاروخ، فاكر ازازه الصاروخ ده بتاعت المقاطعه دي برضه، يحطها ويخشوا المدرسه ياكلوا مش عارف. فانا واقف بقى يعني عيني كل الاطفال بتطلع وانا قاعد، فواقف كده على اول الباب والبواب جنبي. امي جت اللي هو وبتزعق لي بقى، انت ازاي تطلع بره المدرسه ومش عارف. انا اقول لك على حاجه، تصعيد الامور بقى. ايوه اقول لك على حاجه بخصوص الموضوع ده. مره وانا في ثانيه ثانوي او اولى ثانوي، كانت امي جت المدرسه بسبب مش عارف ان اخويا كان عنده مشكله او حاجه زي كده يعني. فمجرد ما دخلت المدرسه لقيتني انا واحمد في الملعب. الصدمه من كريم كوشك هيطلع دلوقتي. فاللي هو ايه يعني، شافتنا احنا الاثنين كاتين اصلا. فاللي هو طب ايه، طب يعني بدل ما تبقى انت القدوه بتاخد اخوك كمان. ندمان مش قوي عادي يعني. كان شيء يستحق العناء ده كله. ايوه انت لو تيجي تبص على كميه الطاقه اللي الواحد احضرها في المدرسه ممكن تقوم مولد نووي عادي يعني، مستريح انت لوحدك. ايه ده كميه طاقه. وانت كنت فرهود في فتره كمان، في الفتره اللي انا قابلتك فيها انت كنت فرهود في الملعب يعني، كنت بحب اقعد العب كوره كتير وبتاع، وكنت بجري. كان بيحب يجري في الملعب عامه. كان عندي صحه يعني، حتى عارف لو مش هيلعبوني هلف التراك. ننزل الف انا يا رجاله وانتوا العبوا. كنت انا وعزام كان عندنا يعني ساعتها بجد صحه مش طبيعيه يعني. شوت يا اخويا عزام، ابو عزام، فاهم، الناس النظيفه يعني عزام بصراحه. فنرجع لموضوع السبلايز ليست اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده كان عنوان الحلقه اصلا. سبلايز، انا سمعت ان دلوقتي بقى اسمها سبلايز. دلوقتي بقى سبلايز وبتيجي بليسته كمان يعني، عشان ما ينفعش بتقدم طلب كده، بيقدموا لك طلب كونفيرميشن بقى وبتاع وبيتمضي عليه وبينزل للاتش ار، واتش ار يبعته للطلاب، اتش ار ليتر للطالب بتاع الابتدائي مش فاهم اللي بيحصل. وبتروح بقى يعني. انا فاكر ان انا كنت بجيب الحاجات على مزاجي يعني، الكتب والكراريس والكلام والكشاكيل والاقلام والكلام ده، تعرفني كلب الاقلام بقى، والقلم في قلم يكتب عربي وقلم يكتب انجليزي. بجد والله؟ والله مش عارف معلومات دي. لا القلم الرفيع يكتب انجليزي.
القلم التخين يكتب عربي. هو دايما تحس اصلا العربي لازم عربي غليظ كده اللي هو انقصك في ثانويه عامه على فكره انا نقصت درجات في العربي بس في ثانويه عامه. قلت 7 يا رجاله. نقصت 3 بس في ثانويه عامه، جبت 77 من 80 في العربي. دلوقتي بقى مسلسل السبلايز ليست دي بقى بقت زي ما قلت لك كده بيتمضي عليها وبتنزل بقى. ممكن اقول لك مثلا شويه طلبات من السبلايز ليست دي. ارجوك قول لي، عرفني. علبه الوان، ده مثلا لطالب صغنن مثلا في ابتدائي، في 5 ابتدائي مثلا، علبه الوان 24 لون خشب. يا نهار أبيض. علبه الوان 24 لون ميه. كريون دي اللي هو ايه انت هتقلب لي انجليزي دلوقتي. ريحت كاوتشك كده ليه وانت بتقول اللي هو الالوان الزيت؟ مش الزيت، عارف، افتكرت اللي فول عارف- ماستر. مش فلوماستر، خلاص مش مهم. اللي هي شبه الوان الزيت شويه، ماشي. و12 لون مثلا الوان. يعني العيل لو هيطلع بيكاسو اصلا ما كانش بيستخدم الالوان دي كلها قلم رصاص عادي جدا. قلم رصاص وقلم فحم وتقشط على كده يا رجاله بقى. في الاخر كل ده عشان الرسم اللي هي ماده مش مهمه. فاهم. ويقول لك هنغذي بقى روح الفنان اللي في الطب. يا جماعه الكلام ده كله كلام هبل في الاخر بقى يعني. خد من عمك صوص، خد والله العظيم كلام هبل بقى يعني. شوف لك حاجه تنفعك بجد يعني. الا بقى طبعا لو انت ده شغفك وعايز تطلع مثلا حاجه كبيره بقى، خطاط عربي بقى، وبتحب قوي بقى يعني مثلا زي اخونا ديب. واحد زي ديب ده يا جماعه، شاوت اوت لديب، اكبر اكسكيوتيف بروديوسر ده. يعني كون ان احنا نجيب اسمه دي اصلا مش عارف يسمح لنا ولا لا يعني. ممكن ياخد علينا ممكن يعملها كوبي سترايك، فاهم. الراجل كان فنان بجد، وكان بينزل بالقلم الرصاص بتاعه جدا عادي يعني، فاهم. اللي هو كده يلا. وممكن خلي بالك هو في عماره اصلا، متخرج خلاص عماره يعني. فاكر مروان عبد رب؟ ما ده جامد. مروان عبد رب ده برضه بالقلم الرصاص الواد برنس بصراحه يعني. دخل كمبيوتر ساينس. دلوقتي انت تيجي تشوفه اصلا دلوقتي يا عيني، فاهم الواد والدنيا يا اخي عليه. بس الراجل متخرج يعني وزي الفل، شغال ماشين ليرنينج يعني. راجل قد الدنيا. وممكن يطلبوا منك علبه الوان اقلام رصاص، علبه اللي هي فيها 12 علبه اقلام رصاص بريمه دي، اللي هي الفابريكاس. بيحدد لك نوعه كمان، خلي بالك والله العظيم انا شفت الليسته دي. بيحدد لك نوع الاقلام اللي هو عايزها، ومش عارف كشاكيل، ومش هتروح تشتريها من بره. احنا تخيب من مكتبه اللي مثلا ممكن جنب المدرسه بتاعتها معاها. وممكن لو في مدارس كمان بتعمل الكشاكيل اللي هي من الاخر هتلاقي مدير المدرسه مشارك في المكتبه، او صاحب المكتبه مشارك في المدرسه. زيتنا بدقنا، فاللي هو جمعيه ودايره، مش هنطلع بره يعني بجد. وممكن الحوار ده والله العظيم ممكن يكلف له سكه مثلا 4000 جنيه كده، بسم الله. بس خلي بالك القلم الرصاص بقى ب 10 جنيه. القلم الرصاص ب 10 جنيه يا معلم. فانت لما تجيب دستة اقلام الرصاص فيها 12 قلم 120 جنيه. والمصيبه ان هم بياخدوا الحاجات دي، بياخدوها من طالب. انت بتقدمها كده زي كفنك وانت داخل المدرسه قربان. وتقدمها، هم بياخدوها ويشيلوها لك في الحفظ والصول يعني. عامه انا شايف ان لازم يحصل وقفه والله العظيم، لان الاولياء الامور داخل على يعني دلوقتي انا مش فارق معايا قوي، ما عنديش حد من اخواتي مثلا في مدرسه. هو اخويا بس لسه في جامعه. فخلاص بقى يعني. خلاص بقى راجل خريج بقى. الحمد لله. راجل كوميونيكيشن انجينير قد الدنيا يعني، بس خلي بالك ما دخلنيش تفاصيل يا صاحبي، فاهم. كنت هقول لك حتى وانا في الجامعه كان هو قلم رصاص وخلاص يعني. بس بتكلم ان لازم تحصل وقفه من حته اولياء الامور، ان ده يا جماعه استغلال كتير قوي، وغير الدروس وغير المدرسه نفسها. فاللي هو المفروض انا ادفع كام لابني عشان يتعلم. في الاخر اصلا انت بتطلع. وجماعه دي حاجه بقى انا كنت عايز اقولها، مؤمن كان قالها في الحته بتاعه الكالت بتاعه الثانويه عامه. ان انت تفضل مجد فيا يعني. طب اللي فاهم ان انت بتخلص المدرسه ولما بتخش الجامعه بتلاقي ان انت ما استفدتش اي حاجه من المدرسه، حاجات تكنيكال. يعني انت لما بتخش الجامعه بتبتدي بقى تقابل حاجات قد ايه انت كان نفسك تتعلم تايم مانجمنت مثلا. تايم مانجمنت بجد يعني. تخيل لو احنا كنا طالعين من المدرسه مثلا معانا السكيل بتاعه التايم مانجمنت. انت اصلا ما كنتش عارف يعني تايم مانجمنت المدرسه تقريبا. والله العظيم فاهم. ما المدرسه بتضيع لك من 8 ل 5، فاهم. تايم مانجمنت ايه؟ اهلا وسهلا. نص اليوم ضاع، 3/4 اليوم ضاع. انت هتروح تعمل الواجب، تاكل، تنام. بالظبط. فاللي انا بتكلم فيه في الاخر ان انت بتخش الجامعه يا جماعه، عشان ما نكبرش حوار المدرسه ده كله. حوار المدرسه ده كله والله العظيم ما يستحقش ياخد كل الاهتمام ده. المدرسه هي تربيه، والحاجات التانية دي اصلا يعني انت بتطلع اللي انت طلعت منه من ابتدائي لحد ثانويه عامه. قدر العلم ده في الاخر. انت في ناس مخلصه ثانويه عامه ما بتعرفش جدول الضرب.
تعرفش تعمل اسم مطوله والله العظيم باشا اسمه مطول. عشان لحد دلوقتي بنخاف منها، فاهم. فاللي هو قدر العلم اللي انت بتاخده من اول ما بتتعلم كتابه اسمك لحد ما بتخلص ثالثه ثانوي، هو في الاخر بيصفصف على يمكن 5% من اللي انت بتتعلمه. في حين ان انت بتطلع بقى بتلاقي ان انت محتاج حاجات تانية كانت هتفيدك قوي لو كانت معاك، زي تايم مانجمنت مثلا. قد ايه بقى انت لما بتخش الجامعه بتكتشف ان انت عايز تعمل حاجات كتير، عارف بتنطلق بقى، اللي هو ايه ده، انا كان في ايدي كل ده يا رجاله. عايز تلعب خصوصا رياضه. دلوقتي خلي بالك، يعني دلوقتي في حاجات كتير قوي اتفتحت. مش عارف، لا عايز تعمل كونتنت، عايز تعمل مونتاج، عايز تعمل كود، عايز تتعلم كود. وعلى فكره من احنا على فكره احنا ايامنا ما كانش فيه كل الكلام ما ده. كانش فيه الكلام ده انت كنت بتجيب الجهاز تفتح بيس. بالظبط والله الجهاز كان العظيم. يا ريت كانت بيس، فاهم. بس اللي هو مثلا يعني عايز اقول ايه، ان دلوقتي المدارس المفروض تبتدي تغير في تفكيرها من ناحيه عربي وانجليزي ومش عارف ايه وبتاع. لا لازم كمان نضيف ماده تانية اسمها تايم مانجمنت، يبقى مدرس بجد يعني، لان دي ممكن بنخرجها منين بس اهم حاجه عشان ايه بيتخرج منين التايم مانجر؟ لا يعني مثلا مش شرط يتخرج منين، بس اي مدرس يعرف يديها، بس ما يجيش يديها على اساس ان هي ايه، حصه والسلام عشان اخد عندنا حصه رسم مثلا بجد والله العظيم، او نزول الملعب مثلا. لازم مثلا الناس تبتدي تفهم ان في سكيلز لازم الطفل او المراهق ايا كان في اي مرحله يبتدي ياخدها بدري بدري. حاجه مثلا زي مثلا حته الاخراج والتصوير والمونتاج ومش عارف ايه، دي شيء مش هقول لك واجب، بس شيء اعمل يا عم في المدرسه ماده اختياري الكتيف، حد يختار مثلا زي نشاط صناعي مثلا، نشاط بدل شيل نشاط صناعي دي، شيل نشاط الموسيقى. والله شيل نشاط، ايه نشاط دي، شيل نشاط صناعي وزراعي والكلام ده كله. يا عم حط مثلا حاجه مونتاج تصوير جرافيك ديزاين مش عارف ادي، مش هقول لك بقى خلي فاكر حصه الكمبيوتر؟ فاكرها طبعا. هي ما كانش ليها ذكريات عامه، هي ما كانش ليها ذكريات لانها كانت كلها دوشه، دايما كانت كلها دوشه، عاملين نويز على 90 وخلاص. بالظبط فاهم. فاللي هو ايه، انت بقى المفروض بقى تتعلم حاجه زي كده او تاخد فكره عن حاجه زي كده، تتعلم يعني ايه كودينج، ما تكودش يعني ما تكتبش كود. أيوة. بس اتعلم يعني ايه كودينج، لان انت لما تكبر وتخش الجامعه هتلاقي ان في حد بيكسبك في مسابقات عنده 14 سنه من اللي هو متربي بقى من هو صغير على الجهاز بالظبط. فبقول لك مثلا ما تتعلمش الكلام ده، ما تجوش انديب قوي فيه. تعرف كان في ثالثه اعدادي كان في ماده كمبيوتر لو تفتكر، كنا بندرس فيها الفلوت شارت. بس على فكره انا فاكر، وكانت نجاح وسقوط، وكانت فيها الجوريزم ومش عارف ايه، يس نو مش عارف ايه الكلام ده كله. هي كانت حلوه، بس دي اللي هو بس ما كانش ليها برضو مدرسين، ما كانش ليها يعني كنت تذاكر. كان في مدرس بحبه جدا اسمه زكريا، كنت باخد عنده درس عشان انا فاكر في ثالثه اعدادي اصلا كانت الكمبيوتر كانت فعلا بتضاف للمجموع وكانت فيها دروس ومش عارف ايه وكده. فانا بقول ان في حاجات في المدرسه عشان ننهي بقى اللي هو ايه، في حاجات لازم تتضاف وحاجات لازم تتشال. يا جماعه كميه راتش مش طبيعيه والله العظيم بجد، كميه راتش اسمنت بتخلي مخ الواحد يطلع ما بيفكرش. ايوه انت يا باشا وايه، ولحد ثالثه سنه ولحد ما انت شحط عندك 18 سنه بيدوك المعلومه في معلقه من ده. ايوه او بعد اذنك ذاكر من الملزمه دي والبوكلت ده ومش عارف ايه والكلام. يا عم روح سرش ودور ليه، لان انت هتلاقي اصلا حياتك الجامعيه كلها كده. فانت المفروض تتعلم حاجه زي كده، والمفروض تبتدي تتعلم سكيلز. مش هقول لك بقى ابتدي انجح بدري وطلع فلوس بدري، لا. انت لو تميت ال 18 سنه ومش معاك اول 100,000 لازم تدفع نفسك. لازم تموت نفسك. بس لازم المدرسه يدخلوا شويه مواد مش علميه، شويه مواد مش عارف اقول هي تكنيكال ولا لا، بس شويه كودينج على شويه تصوير على شويه بالذات دلوقتي يعني دي حاجه اساسيه دلوقتي يعني. مش عشان يوتيوب بس ان جنرال. يعني انا عارف تقريبا ان بتاع شارك تانك اسمه ايه، حماده، عنده مدارس بيعلم فيها الكلام ده. حماده بقى فاهم. وعلى فكره المدارس اسعارها بتاعت حماده ده مقارنه باسعار المدارس الخاصه مش غاليه اصلا خالص. هو شكله اصلا عامه مهتم بالحته دي كلها، حته التعليم دي يا جماعه والله العظيم المفروض تروح في حته تانية. فكره ان انت تطلع عندك 18 سنه لسه مش عارف اي حاجه مرعبه. وحياه ربنا انا بقول كده ليه، لان انا بقعد لما ابص دلوقتي، انا كنت قلتها له واحنا في الجامعه، انت طالع تحس انك ايه، معاك سكيل الكتابه والقرايه. يا سلام، تعرف تكتب وتقرا تمام، تعرف تحل مسائل ديفرنشال ايكويشنز دي عشان لو انت علمي رياضه. اللي هو طب فين في كده بقى، يعني فين في كده، في شويه راتش بقى كده محتاج يتشال ونيجي ندخل له حاجات نعمل زي عمليه الانتجريشن دي بقى، محتاجه الناس اكيد انها تقعد بقى وتشوف الميكس ده يحصل ازاي. كله تحت الانشاء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن. احنا بنحضر لكاس العالم
ان شاء الله كاس العالم 26 هنطلعه. ده كده كده يعني. فلو طلعنا يعني ان شاء الله كل حاجه هتتحسن. هو كده كده كاس العالم يطلع يعني اكيد كل حاجه تتحسن. كل هي 2026 تيجي بس، فاهم الفكره في 2026. ليموني على 2026. هبقى لسه خارج من الجيش، هطلع في الجيش شهر 3 2026. هنصور معاه فيديوهين قبل ما يخش ان شاء الله يعني. طب يا عم صاصا، الى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقه الجباره في ضيافتي الحاج صاصا. ضيافتي ايه بقى؟ ده صاحب مكان. الله يخليك. وعايز عايز اطلع تاني عامه، ولا انتوا ايه رايكم؟ واستنى الكومنتات. حفظتها بقى. استنى رايك. انا مستني راي الثلاثه اللي جبنا اسمائهم: عزام ولا هضرب ودي بكتب لي تمام هطلع تاني لما اصحابي اصلا. الى هنا نكون ان احنا خلصنا خلاص الحلقه، واتمنى ان تكون عجبتكم، وكبسوا دوسوا سبسكرايب ولايك. ارجوك يا جماعه، الراجل ده بيتعب جامد قوي يعني. والله بص في مصايب هنا يعني الباك ستيج حاجه وبرودكشن. برودكشن عالي. انا احنا مسجلين في مكان ودافعين فلوس، بس يعني لو عايز عشان نقول كده بقى، لو هيدفعوا لنا سبونسر ونسجل براحتنا ما نقولش كده بالظبط يعني. بس احنا بندفع. طلع اي بس في انكم بقى. تمام. الى هنا نكون قد انتهينا، وما تنساش تدوس لايك والسبسكرايب، وعايزين نوصل 1000 سبسكرايبر بقى يعني. خلاص شد فاضل 70 75 بني ادم كده، جمع كل واحد يجمع ويعمل شجره وتحتيها ناس وكده. كلم حد يكلم حد. يعني بالظبط. بس كده، سلام.